السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة في بيت من بيوت ربنا. أنا النهاردة في مسجد الإيمان بقرية الفؤادية مركز أها. أنا النهاردة في أكبر عمل خيري داخل قرية الفؤادية في محافظة القليوبية. ليه أنا بعمل الفيديو بتاع النهاردة؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. الفيديو ده يا جماعة مهم جدا وخصوصا لقرية الفؤادية أو حتى أجواء قرية الفؤادية. فخليني أعرفكم إيه هي فكرة المشروع الخيري دوت وليه أنا جاي تحديدا في مسجد الإيمان في قرية الفؤادية. أتعرف بحضرتكم؟ اخوك ناصر عراقي من قرية الفؤادية. يا أهلا وسهلا. وحضرتك أستاذي؟ اخوك حسين ابراهيم. طب استاذن حضرتكم بس ايه هي فكره المشروع الخيري ومين اللي اساسا صاحب الفكره دي؟ لان طبعا اكيد الناس بتسال ايه هي الفكره بالظبط وليه انا بعمل فيديو بالذات تحديدا عن مسجد الايمان. هي جات الفكرة من مجموعة شباب من هذه القرية لعدم وجود وحدة صحية في القرية ولا عيادات تخدم القرية ولا العزب المجاورة. استاذ ناصر، يعني دلوقتي هنا بالنسبه لقريه الفؤاديه ما فيهاش اي حاجه طبيه خالص داخل القريه خالص؟ لا. طب يعني لو واحد مثلا لا قدر الله حصل له اي ظرف طارئ وعاوز يروح لدكتور، اقرب بلد او بتروح ازاي سواء اي حد بيروح طوخ او اها او مثلا قرية قدامنا او كده، بس طبعا بهدلة بالنسبة للاسر هنا يعني. تمام. في تعدية الطريق والسكة الحديد وكده يعني. طب ممكن استاذ حسين بس تقول لي ايه هي فكره المشروع ومين الاساتذه مثلا اللي هم قائمين على المشروع، يعني مثلا اساميهم ايه؟ تعرفنا بالظبط كل حاجه. زي ما الاستاذ ناصر قال، هي مجموعه من الشباب. تمام. ماشي، الناس كلها يهمها خدمه الناس، حاجه كبيره على حاجه صغيره، اهم شيء الايه؟ العمل يتم على خير. تمام. دلوقتي بالنسبه ايه الحاجات اللي انتوا مثلا خلصتوها في تبع الجمعيه؟ مثلا خلصتوا ايه بالظبط مثلا من المشروع اللي انتوا عاوزين تعملوه وايه اللي فاضلكم؟ ممكن احنا خلصنا اول حاجه الجامع وتجهيز وتشطيب هنا الجامع، ان كان مثلا دهان، ان كان رخام، ان كان سيراميك، ان كان مثلا حاجات سباكه، خلصت في الدور ده. تمام. اما الدور الثاني لسه فيه شغل، ان كان مثلا في شغل في مصليه الحريم ولا في الشغل في دار التحفيظ، دي برضو محتاجه شويه شغل، ان كان في دهانات، في تشطيبات، في الاعمال الخشبيه بتاعته، الكلام ده ايه محتاجاه، وتجهيزات الكهرباء برضو. تمام. اما اهم شيء الجزء اللي هو فوق، الدور الثالث. الدور الثالث دي بتاع المستشفى اللي هي مساحتها 250 متر زي ما قلنا لحضرتك. تمام. فطبعا محتاجه سيراميك 1200 متر سيراميك و300 متر ارضيات، زائد محتاجه كل ده الكهرباء، محتاجه الالمونتال، محتاجه السباكه وتشطيبها وتاسيسها. تمام. محتاجين الاسمنت، الرمل بتاع الحاجات دي برضو كمان، محتاجين المصنعيه المكان برضو كمان. تمام. طب استاذ ناصر، انت حضرتك لما كنت اتكلمت معاك وانت بتقول لي على فكره المشروع الخيري انت والاستاذ حسين، قلت لي ان برضه كنتوا محتاجين تقريبا اسانسير خارجي، يعني ليه محتاجين اسانسير تحديدا مثلا في المركز؟ ان الدور الثالث اللي هو العيادات والخامس ان شاء رب العالمين هيكون حضانات اطفال. السلم يعني يعتبر طويل بالنسبه للمرضى، فربنا يزيد اهل الخير وكده ان هم هيتبرعوا بجزء من جنب المبنى الخيري اللي هو مسجد الايمان، وهيتعمل فيه اسانسير خارجي بحيث يبقى راحه للناس المرضى يعني وكده. يعني حضرتك فكره الاسانسير دي مراعاه للناس اللي هي كبيره في السن تحديدا يعني. تمام. ممكن نطلع بقى نبص على المشروع بحيث ان الناس اللي عاوزه مثلا تعمل او تبعت سواء مساعدات ماديه او حتى تيجي تعاين المكان او المشروع على الطبيعه. فانا بس قبل ما نطلع فوق كنت عاوز بس حضرتك تقول لي على العنوان بالتفصيل للي حابب ان هو يجي ويشوف المشروع على ارض الواقع. ممكن بس تقول لي بالظبط العنوان هنا ايه، يجي ازاي لاي حد مثلا لو عاوز يجي يشوف المكان على ارض الواقع؟ العنوان قرية الفؤادية، ماشي مدينة أها قليوبية، على بعد 100 متر من السريع. 100 متر. الطريق مصر اسكندريه الزراعي. طب لو واحد مثلا نزل على اول البلد يقول مثلا عاوز يروح لمسجد الايمان، مسجد الايمان كل البلد عارفاه. كل البلد عارفاه. طب تمام. طب استاذ ناصر، ممكن بعد اذنك لاي واحد عاوز مثلا يتبرع سواء يبعت اموال مثلا، لو هيبعت اي نوع من انواع الفلوس مثلا كتحويلات ماديه مساعده للجمعيه، في رقم مثلا يقدر الناس تتواصل او سواء تواصل او يبعت عليه فلوس؟ في موبينيل كاش وفي فودافون كاش. معلش بس استاذنك تدينا ارقام التليفونات بتاعتهم. ماشي. 012 2 490 5839 ده موبينيل كاش. بالنسبه للفودافون 010
تمام 331 2 331 208 26 208 26 26. ده بالنسبه سواء لموبينيل او لفودافون. تمام بالنسبه بقى للتواصل 011 تمام 20 72 42 44 حضرتك باسم الاستاذ مين؟ نصر العراقي ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. طب حضرتك في اي ارقام تانية تليفونات؟ 010 تمام 91 تمام 33 تمام 285. تمام. باسم مين يا فندم؟ حسين ابراهيم. استاذ حسين. السلام عليكم، اتعرف بيك؟ محمد مهدي يا باشا. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك الاستاذ ناصر والاستاذ حسين قالوا ان انت يعني اكتر واحد هنا جنب المسجد على طول. المسجد على طول. بس اسالك بس، المسجد هنا ايه الخدمات مثلا اللي في المجمع اللي هو الخيري ده؟ في عيادات وفي كل حاجه وعلاج طبيعي وكشف وكل حاجه، يعني ايه باجر رمزي. ما شاء الله. كله طب هل في هنا مثلا تحفيظ قرآن؟ هل في اي حاجه زي كده؟ ايوه يا باشا، تحفيظ تحفيظ قران، كل ده في الخطه هيتعمل، كل ده هيتعمل ويتظبط كل ده. ما شاء الله. كل ده طب استاذ ناصر، انت كنت قلت لي ان في الاسانسير اللي انتوا عاوزين تعملوه، قلت لي ان هو هيبقى تحديدا في الجزء ده. ممكن تشرح لي ايه بالظبط، ليه اللي اخترت المكان ده؟ هو ان شاء الله رب العالمين بامر الله، يعني اهل الخير هنعمل اسانسير في الجزئيه ديت، بحيث يكون خدمه للدور الثالث والدور الرابع ان شاء الله رب العالمين، بحيث ان المريض مش قادر يطلع الدور الثالث، فالاسانسير هيكون مسهل كتير بالنسبه للمرضى اللي هم التعبانين وكده يعني. تمام. يعني اي حاجه استاذ حسين، مثلا اي حد عاوز مثلا، هتبقى من ضمن المساعدات اللي داخله للجمعيه الخيريه هتبقى موضوع الاسانسير. هل في حاجه تانية غير دوت بجانب الحاجات اللي انت حضرتك قلتها؟ طبعا موضوع الاسانسير، ونراجع برضو مع بعض موضوع السيراميك ال 1200 متر وال 300 متر ارضيات، والاسمنت والرمل والمصنعيه والالومنتال والكهرباء وتاسيسها والسباكه وتاسيسها، دي المطلوب. تمام. يعني اي حد بفضل الله حاب ان هو سواء يدفع حاجات تحويل نقدي للجمعيه على الارقام التليفونات اللي احنا قلناها، او لو اي حد عاوز يجي يشوف المكان على الواقع ويجيب هو الخامات، مفيش اي مشكله، صح؟ على الطبيعه، على الطبيعه، لو عايز يجي يبص على الطبيعه، يجي يشوف على الطبيعه اللي هو عايز يعمله براحته. تمام. مكان مفتوح يعني لاي حد يقدر عليه ربنا يعمله. طب انا بس كلمه بس اخيره للاهالي قريه الفؤاديه. انا بس كلمه اخيره لاي واحد بيشوف الفيديو ده، يا ريت يعني دي حاجه لبيت ربنا، فيعني اي حد سواء من الفؤاديه او من خارج الفؤاديه، يعني اللي يقدر عليه سواء بحاجه ماديه او سواء حتى بخامات، فيعني جزاكم الله خير. الله يخليك. ويا رب شرفتنا يا ريس. الله يعزك يا رب. ويا جماعه انا بس طالب ان اي حد يتفرج على الفيديو، وحتى لو عاوز يجي ويشوف على ارض الواقع ممكن يجي عادي جدا، يجي في المكان هنا. معلش مره تانية برضه هاكد العنوان هنا بالنسبه اللي حابب ان هو يجي. بص استاذنك يا استاذ ناصر تقول لي العنوان مره تانية. مجمع الإيمان الطب الخيري بقرية الفؤادية، تبع اليوبية. تبع اليوبية ان شاء الله. طب معلش لو واحد جاي مثلا من القاهره او من بنها او من اي حته من الحاجات دي، بينزل تحديدا قريه الفؤاديه؟ بيجي قرية الفؤادية، هي عامة يعني طريق مصر اسكندريه الزراعي على الاسفلت على طول يعني قريب جدا من على السوري. ان شاء الله رب العالمين بامر الله. تمام. في اي حاجه عاوزين تقولوها مثلا لقريه الفؤاديه، او حتى العزب اللي هتستفاد من المشروع الخيري دوت؟ نشكر اي حد يجي المكان ويتبرع واللي يقدر عليه ربنا، دي اللي يقدر عليه ربنا. طيب. نشكره. بس يا جماعه، بس انا كلمه اخيره، يعني مش شرط حتى المساعدات لازم تكون ان انت تبعت فلوس عن طريق مثلا تحويل لهم فلوس. لو انت عاوز ان انت حتى تبعت او تيجي بنفسك وتجيب اي نوع من انواع الخامات، سواء سباكه، كهرباء، الموتيل، بيبان، اي حاجه انت عاوز تجيبها بنفسك وتيجي وتشوف المشروع على ارض الواقع، مفيش اي مشكله. عاوز ان انت تبعت فلوس برضه مفيش اي مشكله. فده يعني طبعا ده عمل خيري وحاجه لربنا، يعني
طبعا بنصح الكل طبعا يحاول يشارك، واقل حاجه لو انت مش هتقدر ان انت حتى تشارك سواء بحاجه ماديه او سواء ماديه او خامات، على الاقل ان انت تقدر تشاركه مع اي حد الفيديو، او تقول لحد من زمايلك او من اصحابك او حتى قرايبك، لان ده عمل خيري وربنا يا رب يجعله في ميزان حسنات الناس كلها يا رب. اللهم امين. ابشكركم مره ثانيه يا جماعه، وبشكرك استاذ ربنا يوفقك يا رب. والاستاذ خيرك يا استاذ محمد مهدي استاذ باشا. محمد والاستاذ حسين. متشكرين. بشكركم ورب يجزيكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعزك، شكرا. ربنا يوفقك.